بسم الله الرحمن الرحيم. قناة ناصر تنس لتعليم التنس الأرضي تحييكم. احنا عملنا أكتر من 5 فيديوهات أو تقريبا 5 فيديوهات، وبصراحة بنشكركم على التعليقات الجميلة اللي بتجيلنا، ونحاول نتواصل مع بعض بحيث اللي عنده حاجة برضه يقول رأيه، يقول الشرح فيه حاجة، لا الطريقة نغيرها، لا نعمل إيه. وأنا هرد على كل اللي بيجيني، بحاول أرد عليه. في بعض الردود جالنا بعض الأصدقاء بيقول إن مثلا اللعبة دي محتاجة الملعب سهل جدا في مراكز الشباب في الوطن العربي كتير متوفره، ومن الممكن ان شاء الله نعمل عمليه الحيطه. انا هعمل فيديو مخصوص للحيطه عشان بحيث ازاي تلعب على الحيطه، اوريك تلعب ماتش كمان على الحيطه، ازاي تعمل سيرف، ازاي تعمل فور، ازاي تعمل باك، ازاي الحاجات دي كلها على الحيطه. واحنا من هذا المكان بنطالب لكل الناس اللي هي في المراكز سواء في الجزائر، في مصر، في تونس، في ليبيا، في اي دوله عربيه، ان هم يبنوا الحيطه داخل المراكز وداخل النوادي عشان يدوا فرصه للناس اللي هي مش قادره تأجر ملاعب، يبقى من السهل عليها ان هي تقدر تلعب على الحيطه وتمارس اللعبه. ولعلمك الاستمتاع على الحيطه اكتر ما حد ما بيلعب معاك، لانك بتبقى متعه لما بتيجي تلعب على الحيطه، وخاصه لو بتلعب تنس وتلعب على الحيطه بتبقى متعه جدا. نركز بقى على المهاره بتاعت النهارده. ان شاء الله هنقوم نشرح مهاره اسمها الضربه الطائره الخلفيه، اللي هي الباك فولي. الباك فولي او الفولي باك هاند. احنا قلنا الفور الفولي فور هاند شرحناه في الفيديو اللي فات. في الفيديو ده ان شاء الله هنعمل الفولي باك هاند. هو نفس الفولي فور هاند، نفس وقفه، بس طبعا هتبقى ضربه خلفيه. هنا كانت الضربه الاماميه، دي هتبقى الضربه الخلفيه، وهي ايضا الضربه التي تؤدى فين؟ قبل ما الكوره تلمس الارض، بناخدها هي طايره بالبلدي. يبقى الكوره هي طايره بنحاول ان احنا نتلقاها ونضربها بضربه خلفيه قبل ما تلمس الارض. ونرجو طبعا تحضير الاجنده عشان ندون النقاط الهامه اللي احنا اتفقنا عليها، الاجتهادات الجميله اللي احنا بنعملها لكل مهاره بنكتبها مع بعض. يلا بينا. اول حاجه في الفولي باك هاند بنقف وقفه الاستعداد للفولي، وبرده الكابتن هيشرحها لك في الجانب نفس الفيديو، في الجانب العملي يشرح لك وقفه الباك فولي هاند يبقى شكلها ازاي، بحيث تقدر تعملها وتقدر تنفذها. وان شاء الله هتتنفذ على الحيطه. واحد يقول لك الحيطه ممكن تعمل عليها باك فولي وفور فولي عادي، وممكن تلاعب نفسك كانك بتلعب ماتش على الحيطه، ولها فيديو مخصوص هنعمله ان شاء الله. نمره 2 التمهيد المبكر للفولي اثناء التقدم للامام. يبقى بحاول ان اعمل تمهيد مبكر للفولي قبل الضربه. رقم 3 بندير الكتفين بسيطا. بنحاول، ودي الكابتن هيوريها لك ازاي بندير الكتفين بسيطا للباك فولي. يكون وضع التقاء الكوره والمضرب امام الجسم. رقم 4 بيكون وضع التقاء الكوره والمضرب امام الجسم. رقم 5 بنثقل الجسم يكون على القدم اليسرى. رقم 6 نتقدم للامام، وده طبعا عملي هيظهر اكتر من بتكلم نظري، ولكن انا بقول النظري ليه؟ عشان اجي اطبقه مع العملي يبقى موازي. اللي ما قدرتش افهم عملي افهمه نظري. وطبعا بندوس على العملي جدا لان اللعبه اصلا عملي، النظري ده اجتهادات بنحاول نجتهدها مع بعض. رقم 7 اليد اليسرى للخلف للاحتفاظ بالتوازن، بنعمل بالانس بيها. يبقى اليد اليسرى للخلف للاحتفاظ بالتوازن، وهنشوفها برضه في الملعب وتقدر تنفذها. رقم 8 ننهي الضربه والذراع مفرودا تماما. يبقى احنا بننهي الضربه بتاعت الباك هاند ويكون الذراع مفرود تماما. رقم 9 اثناء الضربه بنتقدم القدم اليسرى للامام عكس الفور هاند، عكس الفور هاند فولي، عشان ما نخلطش الامور ببعض. ده الفور طبعا، ده الباك هاند فولي بنبقى عكس الفور هاند فولي. طبعا زي ما اتفقنا. رقم 10 بنعود للوضع الاستعداد العادي للفولي مره اخرى، بنعود بعد الضربه، وطبعا في الملعب هنشوفها شكلها بتتعمل ازاي وهتبقى شكلها جميل. هيا بنا الى الملعب لشرح الباك فولي. شكرا. كده خلصت. بسم الله الرحمن الرحيم. قناه ناصر تنس لتعليم التنس الارضي تحييكم في الملعب. النهارده هنشتغل مع بعض الباك هاند فولي. طبعا احنا خلصنا معظم المهارات، دلوقتي هنخلص الباك هاند فولي زي الفور هاند فولي. برضه يا ضربه الطايره باخدها وهي طايره، اوكي؟ قبل ما تلمس الارض الكوره باخدها وهي طايره. نفس الباك هاند بس هشغل ايديا الاثنين زي ما كنت بشتغل في الباك هاند، ايديا الاثنين. برضه في الباك هاند فولي هشغل ايديا الاثنين، اوكي؟ هوريكم طبعا كلكم اتفرجوا عليا وانا بدي. يلا يا كابتن احمد اهو، انا واقف اهو عادي ريت البوزيشن زي ما اتعلمت. هيديني اخش عليه واخد دي باك هاند فولي اهو، اقوم مخلص بالكوره على ايديا، اوكي؟ تمام؟ اوكي يلا يا كابتن. ابدا. عيني على الكوره. برافو. رجلي. ايوه، ولا يهمك، المره الجايه نعملها. برافو. رجلي اليمين قدام شويه. برافو. لا خش قربي يا نور شويه، قربي. يلا يا كابتن. كمان كوره يا كابتن لو سمحت، الطاوله دي شويه يا نور. يلا يا نور. برافو. يلا ما اعملش باك سوينج، ما برجعش المضرب لورا.
المضرب على قدام، المضرب مفتوح. يلا يا كابتن اهو، المضرب على قدام. ها، احاول اضايق الاثنين احسن زي ما اتعلمت. برافو. ها، اضايق الاثنين. ها ها، ولا يهمك. كمان كره لو سمحت. تعال كابتن احمد، كمان كره. ارفع ايدك فوق. يلا يا كابتن احمد. ها، خلي المضرب مفتوح، عيني على الكوره. اوكي نو بروبلم. يلا انت ما تتنيش، ما تلعبش على الريست، ما تلعبش على الريست. العب يا كابتن. ها برافو. ها، المضرب على قدام، ما رجعش المضرب لبره، ما اعملش باك سوينج. اوكي، ارفع المضرب فوق شويه. ايوه ده الاثنين. يلا يا كوتش. ها، عيني على الكوره. برافو. ما تلعبش بالريست، افرد ايدك، حاول تفرد ايدك، حاول تفرد ايدك. برافو. ها، يلا يا نور. ها، عينك على الكوره بس يا نور، عينك على الكوره. ها برافو. ها كمان مره كابتن اسلام. ها برافو يا كوتش. ها يلا يا كابتن، ايديك بالاثنين برضه. اوكي. ها، حاول تعالي بقى، افرد ايدك فوق، رجلك قدام الشمال. يلا يا كوتش، خلي عينك على الكوره. ها، على قدام بس، ما تتنيش قوي، ما تلعبش على الريس، خليك مفتوح. ها محمد برافو يا محمد. ها يلا كابتن اشرف. ها، عيني على الكوره. برافو. ها ها، عيني على الكوره. اوكي، تنزل رجلك، غير دي، حط رجلك. ايوه كده، احفظها بقى. ها، عيني على الكوره. برافو. ها خلص. يلا يا كوتش مره ثاني. ها، عيني على الكوره. برافو. ها، عيني على الكوره. ها برافو. خش يا كوتش. ها برافو. ها، احاول ده الاثنين وافرد ايدي. ها تاني، ما تقفلش ايدك، المضرب ما بيتقفلش، المضرب مفتوح. ها، افتح المضرب تاني يا كوتش. ها، افرد ايدك فوق. اوكي، يلا كابتن محمد. ها، اخر دور. يلا. ها برافو. ها يلا يا كوتش. ها، افرد ايدك. برافو، افرد ايدك فوق، انت طالع المضرب فوق. ايوه. ها برافو. يلا يا كابتن محمد. ها بسرعه. يلا يا نور. ها بسرعه، عيني على الكوره. برافو. ها تاني. برافو. ها يلا يا كابتن اسلام. تاني يا كابتن اسلام، سوري، تاني يا كابتن اسلام. التو هاندز يا كابتن اسلام، التو هاندز. ها بايديا الاثنين. برافو. ها يلا يا كابتن. ها اخر واحد كابتن اشرف. تاني يا كوتش الكوره. يلا برافو. ها ادخل. ها عيني على الكوره. ها تاني ارفع ايدك فوق. يلا يا كوتش. اوكي، اخر واحد الكابتن اشرف. تاني كابتن اشرف. اخر واحد. ها ارفع ايدك فوق. ها بس، شكرا.